عندنا ديننا، وكيفاش كتقلد هذا تقليد اعمى. ولكن باش تحتفل بعيد المسيح فهذا غير مقبول لا دينيا ولا ثقافيا. ما عملاش كريم بنزيما ما عملاش، بوغبا ما عملاش، وعباد الله لاعبين اللي خلقوا في اوروبا ويعني عاشوا مع النصارى وما عملوش التصرف اللي يسيء لمحمد صلاح. ففخر العرب الحقيقي اليوم هو رياض محرز. تخيل معايا سميتو محمد وكيحتفل بالكريسماس. فخر العرب ما بقاش فخر العرب، صراحه الله هي هذه. هذا الموضوع مهم بزاف وبغيت كل شيء بارطاجيه. ما غاديش نهضر على محمد صلاح بالضبط، وما غاديش نهضر من الجانب الديني، وانما غادي نعرف شنو هو الكريسماس وشنو الخطوره ديالو وفين كتجلى، لان بزاف الناس ما عارفينش الخطوره ديال هذا الكريسماس. وماشي غير محمد صلاح اللي كيحتفل فيه، فبزاف الناس كيحتفلوا بهذا العيد ولكن هما ما عارفينش، يسحب لهم غير شي عيد ولا غير شي نهار كيحتفلوا فيه المسيح. فخليك معايا وبغيتك تبارطاجي. اولا ما كيشرفنيش نشوف هاد الصور ديال محمد صلاح، واحد اللاعب مسلم عربي مصري واللي لقبوه العرب بفخر العرب، نظرا انه كتعتبر سفير ديال العرب في الميادين الانجليزيه ولا في الميادين ديال الكره العالميه. ولكن للاسف الشديد دائما كنقولها، راه الشخص كيكون نجم ماشي غير داخل الملعب، كاين النجم داخل الملعب وخارج الملعب، خصوصا ملي كتكون واحد الشخص واحد النجم اللي كتبعوك الملايين وانت كتسوق واحد الصوره للاسف اللي ماشي مزيانه. فبزاف الناس غادي يقولوا لي حياته هذيك ولا يا سيدي حياته هذيك، ولكن راه ماشي اجي وقول فخر العرب. راه ملي كتقول فخر العرب هذا راه كيشرف العرب، ولكن هاد الصور والمواقف محمد صلاح مؤخرا ما بقاتش كتشرف العرب. ولكن باش نعطيو لكل واحد حقه، ففخر العرب الحقيقي اليوم هو رياض محرز. نجيكم نيشان، رياض محرز هو فخر العرب بالنسبه لي انا واللاعبين الاخرين. زياش ولا ممكن رانا على يعني الناس اللي النيفو عالي، رياض محرز ومحمد صلاح. فصراحه الله احترامات لرياض محرز، المواقف ديالو لا في المونديال لا في هذه المناسبات. فدخلت انا قبل ما نعمل هذا الفيديو لحساب رياض محرز ما احتفلش بهذا الكريسماس، لانه واعي وعارف الخطوره ديال الكريسماس. الخطر اللي ما انتبهلوش بزاف في هذه الصوره ديال محمد صلاح هو ان الابناء ديالو اليوم كل سنه كيحتفلوا بهذا العيد، لان غادي يطلع فيهم وغادي يبقاو يرسخ لهم في يعني في العقيده ديالهم انهم خصهم يحتفلوا بهذا الكريسماس. دابا اجي نقولوا شنو هو بعد الكريسماس. الكريسماس هذه واحد الكلمه اللي كتكون من جوج ديال الكلمات، الكريست وميس. والكريست كتعني لقب ديال المسيح، اما ميس فهي كلمه فرعونيه قديمه وكتعني الميلاد. وملي كنجمعوا هذه الكلمات بجوج كيعطيونا الكريسماس واللي كتعني هي ميلاد المسيح. وحنا كنعرفوا عند المسيحيين ان المسيح هو ابن الرب. كيفاش واحد اليوم مسلم سميتو محمد واللي دائما كينشر لنا التصاور ديالو كيقرا القران في الطائره وكيقرا السوره ديال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اذا شفتي هاد الصوره وتمعنتي فيها كتضرب لنا هاد الكريسماس، حيت هاد الكريسماس واحد العيد اللي كيحتفلوا به المسيح نهار 24 في الليله ديال 25، واللي كيعتقدوا انه في هاد النهار خلق المسيح ابن الرب. كيفاش اليوم واحد كيكتب في التصويره كيتصور مع ديك الشجره ديال الاحتفالات واللي معروفه وكيكتب ميري كريسماس يعني عيد ميلاد، فهذا اعتراف ضمني ان هذا الشخص كيبارك هذا الميلاد واللي هو في الاصل حنا كمسلمين ما كنعرفوش. كيف قلت لكم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد، حنا عارفين الله ما عنده ولد ما كيولد ما حتى حاجه، يعني هنا التناقض. فهذا هو اللي الشيء اللي كيبقى فينا الحال، وكيفاش حنا العرب والمسلمين والافارقه والامازيغ عندنا ثقافتنا عندنا هويتنا عندنا ديننا، وكيفاش كتقلد هذا تقليد اعمى. ما عملاش كريم بنزيما ما عملاش، بوغبا ما عملاش، وعباد الله لاعبين اللي خلقوا في اوروبا ويعني عاشوا مع النصارى وما عملوش التصرف اللي يسيء لمحمد صلاح. صراحه الله انا ما كيهمنيش محمد صلاح، كنشرح الموقف، حيت محمد صلاح اليوم راه واحد الصوره ديال واحد المسلم عربي اللي كيلعب في الدوري الانجليزي، راه ما كيمثلش راسو. ولكن محمد صلاح مؤخرا سقط واحد سقطات بزاف، وللاسف الشديد ما بغيتش نقول داك واش الفقر انسان ملي كيعطيه ربي كيطغى، واش انسان ملي كيكون فقير كيكون فقير ماديا وكيكون فقير حتى يعني ثقافيا ودينيا والهويه ديالو. فالقوي
ولكن ما كيغيرش الهويه والثقافه ديالو. وبزاف د اللاعبين اللي بقاو متشبتين بدينهم ومتشبتين بهويتهم ومتشبتين بثقافتهم، خصوصا اللاعبين الافارقه اللي جاو من الجوع والفقر ديال بصح على غرار ساديو ماني. ساديو ماني عباد الله، واش يمكننا نقارنوا ساديو ماني ومحمد صلاح اليوم؟ والمواقف ديال ساديو ماني الرائعه وكيفاش يعني نجم داخل الملعب وخارج الملعب. فهذا نداء كنقول كلشي بارطاجي هذا الفيديو. شكرا لرياض محرز اللي كقدم واحد الصوره رائعه على العرب والمسلمين. ففخر العرب بالنسبه لي انا اليوم هذا اللقب خصو يتعطى رياض محرز بيكون عن جداره واستحقاق. فعملنا هذا الفيديو باش بزاف الناس، حتى الناس اللي كيفكروا انهم يحتفلوا يعني بهذا الكريسماس، ما تحتفلوش بهم، لان هذا راه عيد ديال المسيح واللي كيعتقدوا فيه انه خلق فيه المسيح ابن الرب في الاعتقاد ديال المسيحيين في هذا النهار. فنقدر نتقبل انك تحتفل في راس السنه، اللي ممكن راس السنه واحد السنه تقول انا تسالت واحد السنه وغادي نبدا واحد السنه طموح جديد باهداف جديده تقدر تحفز راسك، مقبوله. ولكن باش تحتفل بعيد المسيح فهذا غير مقبول لا دينيا ولا ثقافيا. وحنا كنعرفوا اننا حنا نعتزوا بالثقافه ديالنا والحضاره ديالنا اللي ضاربه في التاريخ وما يمكن لك تفتخر بها، ولكن للاسف سقطه مدويه. كيفاش شفتوا احتفالات محمد صلاح؟ واش عادي؟ واخا هي ماشي عادي، واش حياته هذيك؟ واش هذا الشخص باقي كيمثلنا حنا احسن تمثيل العرب والمسلمين؟ كنعتذر للمصريين اللي ممكن ما يفهموش الكلام ديالي، ولكن انا هذه حقيقه. حرام تحتفل بالعيد المسيح، لاننا حنا كنعتقدوا ان الله سبحانه وتعالى ما عندوش الابن ديالو، والمسيحيين كيحتفلوا بهذا النهار حيت كيقولوا ابن الرب المسيح خلق اليوم. شاركونا بالاراء ديالكم وكلشي بارطاجي الفيديو، والله يعمل الشغل الخير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.